السلام عليكم. أنا اسمي عبد الله من أحد الدول العربية. أنا اللي كتبت عليه الصحف إني قمت بضرب خطيبتي المغربية، فكانت الأقوال غير صحيحة، وكانت يعني كذبت على الصحافة وكذبت بأشياء كثيرة. وأنا سبق لي تحدثت مع الإذاعة ووضحت لهم كل الأمور بالتوضيح أن البنت هذه المدعية فدوى الحناكي هي الأساس بالأساس هي اسمها الحقيقي فدوى، لكن بحياتها اللي كانت عايشها اسمها آية. فتعرفت عليها في مراكش وتطورت بيني وبين العلاقة، واتفقت معاها أن حكت لي قالت لي أنا بمارس الدعارة وبروح مع الرجال وبشرب الخمر ومن أجل ظروفي عشان بنتي ما أقدر أصرف عليها. فاتفقت وياها أنها توعدني أنها تقلع عن الدعارة وعن مرافقة الرجال والخمر والأشياء السيئة، وأنا أتكفل بحياتها بكل حاجة. وفعلا أنا بختصر لكم الموضوع، لأن الموضوع كان الموضوع طويل كثير، ولكن بختصره باختصار. فقمت بتلبية كل طلباتها، واشتريت لها السيارة وبدفع عليها فلوس وبرسل لها أي حاجة تطلبها في حياتها هي وبنتها. ايش حلستي لها تقريبا؟ أكثر من 25 مليون مليون سنتيم مغربي. وهي أصلا كانت لما أجي كنت بجيب فلوس كاش، فلما أجي بالمطار بتاخذ مني الفلوس عشان المغاربة بيشفروك، فخلي الفلوس عندي وبتاخذ كل حاجة. فخطبتها أنا من أهلها خطوبة كانوا فيها ناس، وكانت حفلة. أهلها فين؟ على ما بين الطريق 44 دوار 44 وبين الشماعية. اسمه هو دوار، هو هناك اسميته لحد راس العين تقريبا، قبل راس العين دوار هناك. فأنا خطبتها من أهل هناك، وبعد ذلك طلبت مني أن أتوجه معها على أزرو عند أخوانها عشان تعرفني بأخوانها، فذهبت معها هناك. يعني للتوضيح، لما كنت رحت خطبها في نفس اليوم من منطقة الشماعية، كانت طلبت مني أنا أشتري لها بعض الأغنام. اشتريت لها 16 راس من الأغنام، وكانت الحفلة بالليل، النسوان حضروا يعني سيدات وكانوا رجال موجودين، حفلة كبيرة لحد الساعة 11. وبعدين تكلمنا مع أهلها بالموضوع، فشرحت لهم كل حاجة وقلت لهم إذا عليها أن تتكلم باقتناع قدامكم. قالت لي أنا موافقة على الزواج منه. فبعد ذلك مشت الأيام في الأيام، وكنت سافرت كنت بس بجي وبرجع. وفي الأخير آخر مرة سافرت إلى النرويج، انتقلت من النرويج إلى السويد علشان خاطرها، لأن النرويج بالنسبة لبنتها بيكون صعب شوية، فانتقلت للسويد يكون أسهل علشان أدخلها إلى السويد. فكنت هي وبنتها، فكنت يعني على طول باتصال فيها وبهبط لها مبالغ اللي هي بغتها. اشترت السيارة، فكانت تجيني كنت بكلمها بالليل، تقول لي الساعة 10:30 أو 11 مساء، تقول لي أنا بنام عبد الله، فأقول لها خلاص نامي. فبعد ذلك عندي أصدقاء كثير وبحترمهم كثير اللي بمراكش، كانوا بعد نص ساعة بيتصلوا فيني، أو بعد ربع ساعة تجيني عدة مكالمات أنها طالعة تسهر بثياب عارية وبأحد المراقص وبأحد البارات، وتجي سكرانة، وشاهدوا عليها المنطقة كلها. ففي مرة من المرات، المرة الأخيرة جيت على فجأة، فجأة جيت إلى مراكش، فصرت سألت عليها بالدار، سألت أحد الأشخاص قال لي هي موجودة طالعة قبل فترة تسهر وما تجي حتى الصباح، وهي معتادة أنها تجي حتى الصبح. فتوجهت مع أحد أصدقائي إلى المدينة، فقعدنا نجول بالمدينة. ففجأة طلعت لنا في شارع اسمه محمد السادس، طلعت لنا بسيارتها، كانت مع أحد صديقاتها، فتبعتها بالسيارة. فكانت توقف لبعض الأشخاص توزع أرقام تليفوناتها، ومن بعد ذلك توجهت إلى يعني بقات تمارس الدعارة ولا تمارس الدعارة. يعني قدام عيني هذه، يعني توزع الأرقام على الشباب بالشارع، على الزباين. فدخلت قدامي إلى المرقص اسمه فندق الحارثي بالمرقص، وكان في استقبالها شخص ينتظرها هناك، وكانت في لبس عاري وسكرانة. فانتظرتها لحد ما طلعت من الساعة 4 الصبح. الساعة 4 الصبح كان. انتظرتها وتوجهت، لحقتها لحد بيتها. فنزلت من السيارة بحي الفضل مكان إقامتها، فكانت هي سكرانة تكلمني وهي سكرانة. فنزلت بعاتبها، والله شاهد على كلامي، بقول لها هذه يا فدوى أو آية، أنت ما عرفت أنت فدوى ولا آية؟ طيب أنت رجعت الآية ولا أنت نزلتي فدوى؟ اسمها آية، يعني اسم الليل اسمها آية.
وفدوى اسمها الحقيقي. ولكن المراقص والبارات والناس اللي كانوا بيمشوا معاه بيعرفوا باسمها باية. فلما نزلت لها وكلمتها حاولت أعلن ضميرها، ضربتني بكف على وجهي، صفعة على الوجه، وتقول لي روح جيب أمك أنا أقود عليها كمان. وقعدت تشتم بأهلي تشتمني. أنا ضربتها كف بطبيعة الحال. من ضربتها كف هاجمتني بسكينة. منين جبت السكين؟ من السيارة عندها. سكين بتاعت الخضار. أنا سكين ما أعرف كيف طريقتكم، ولكن البوليس يقول إنها تبع خضار. كانت تبغى تهاجمني، فأنا دفعتها بقوة فطاحت على الكرسي الآخر. فأنا بعد ما طلعت فيها دم، وأنا واقف أمام الناس الحاضرين وأمام الحراس، وما شافوا كل حاجة، وعندي شهود إني لا كنت هاز السكين ولا كنت أعمل أي حاجة. ولكن أأكد لكم وأؤكد أنا متأكد إنها دارت علشان تعمل لي مشكلة وتخلص عشان ما طالبها بأي حق وتعمل لي مشكلة وتدخلني السجن. ولكن الحمد لله أنا بتوجه إلى كل السلطات المختصة، بتوجه إلى المحاكم المغربية، بتوجه إلى القضاة، بتوجه للضباط الذي فهموني، وبعتذر للمغاربة عن أي شيء، بأنه أني ما عملت أي شيء، ولكن يعني أبغي أوصل لهم الفكرة أني أنا مظلوم. ولكن القانون المغربي ما خيبني أبدا. والمقال اللي دارته يشهد الله أني مستعد أوضح لكم أي واحد يقدر يتصل بالفواتير بأقوالها بالشرطة أنه كله خالي عاري من الصحة أبدا. في فواتير، يعني أنت كنت بترسل لها المبالغ مالية؟ نعم هي هذه بعد قليلة يا أستاذ، هذه قليلة. يعني كنت بترسل لها ويسترن يونيون يعني؟ ويسترن يونيون. نعم. هذه بعض المقتنيات اللي كانت تطلب مني ايبادات وتليفونات، تليفونات وايبادات باسمها وباسم المرسل عن طريق الDHL عن طريق بريد المغرب. هذه كل الاوراق اخواني، هاي لا شيء، بس هاي الربع من الاوراق بالويسترن يونيون. اذا كنت بترسل لها المبالغ الماليه، برسل المبالغ الماليه اللي وصلت حتى شحال تقريبا يعني في المجموع أكثر من 25 مليون. نعم. كانت يعني طلبت منك إنها تشتري دار، منزل. طلبت منها تنزل تشتري دار. شحال؟ تقولي ب25 مليون. أعطيتها لها؟ لا، ما زلت ما أعطيتها، الحمد لله. يعني كان الوقت يعني الله سبحانه وتعالى رحمني. ولكن كنت يعني للعلم اني كل ما اجي المغرب، اول ما ننزل من المطار كنت بجيب مال اقل مره 25,000 و20,000، كانت تاخذها مني، تقول لي المغاربه بيشفروك، واهلي كمان بيشفروك، فتخلي عندها وتتصرف فيها وتخليني ما عندي ولا شيء.